انت عشان تعيش في البلد دي مرتاح، هي مصر يعني، وبتشجع كوره، لازم تؤمن بحاجه واحده بس، ان اي حاجه لمصلحه الاهلي هي الصح. بمعنى بمعنى ايه؟ يعني مثلا ضربه الجزاء اللي على كريم فؤاد امبارح دي، طبعا اي حد بيفهم كوره هيقول لك ضربه جزاء. انما الاهلاويه عشان خاطر لمصلحه الاهلي انها مش ضربه جزاء، فهي مش ضربه جزاء. وان انت تشوفها غير كده يبقى انت ما بتفهمش كوره وما بتفهمش وانت حمار. ضربه الجزاء اللي كانت على حسين الشحات في ماتش الذهاب، طبعا باينه انها مش ضربه جزاء. طب قول انها مش ضربه جزاء كده. لا، هي يا باشا ضربه جزاء، هو ده الصح. اي تسلل ان كان على الاهلي، فاهم انت، ويخش فيه جون، لا، التسلل يتحسب لو دخل في الاهلي جون. مفيش تسلل لو الاهلي جاب جون، ده ما نحسبوش. يعني امتى نحسب تسلل بقى والاهلي جاب جون؟ لو الاهلي جاب 2 3 في اول ماتش كده ولسه لسه بدري. خد بالك في برضه ايه، ميزان حساس مع الاهلي. وامبارح برضه مروان حمدي قعد يتشتم طول الماتش برضه، ما اعرفش يتشتم ليه، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش يتشتم ليه. لما جه في الاخر واحد صوره كده في فيديو هو بيشتم قال لك ده من جرب بنت كذا، جمهور ابن كذا. واحد صوره فيديو هو بيقول كده، طالع النهارده في بيان رسمي يعتذر عن الفيديو. انت بتعتذر ليه؟ هو حد اعتذر لك من اللي اتعمل لك من الجمهور؟ ولا انت برضه ايه يعني، اتضغط عليك؟ ولا انت إيه حكايتك؟ ولا انت خايف من ايه برضه؟ ما امام عاشور شتم الشتايم اللي يعلم بها الا ربنا دي، ولفوا ودار واشتروه. ودلوقتي بقى امام عاشور بقى في الخواجه ايه، خواجه كولر، وبعد ما كان بيقول عيله صلاح سليم. فانت خايف من ايه عشان تعتذر وما تعتذرش والكلام فارغ ده؟ تعتذر ليه؟ مش علي اللي بيشتم بيتاخد تاني يوم وبيجيبوا لعيب عنده؟ ده ضرب وليد سليمان بالشلوط. امام عاشور ده ضرب وليد سليمان بالشلوط، قال لك عيل وتوقف 6 شهور، ولا انت عيل مش محترم وعيل مش مؤدب وعيل شوارع عجل. دلوقتي بقى لما يروح يضرب ناس في السينما و... والساعه 5 الفجر، وناس شرطه محتجيه ده، يروحوا يطلعوه يدفعوا هم الغرامه للواد بتاع الامن، وسكتم بوكتم. خلاص، لان هو احسن لعيب عندهم. لغايه تبرر الوسيله، مش نادي الاهلي اللي بالك ايه، المبادئ، نادي المبادئ، لا ده اسمه نادي لغايه تبرر الوسيله. وانت لو تؤمن بكده وتقول لي انا كده، والله انا هبقى مبسوط بيك قوي. لو تقول لي انا نادي بعمل لمصلحتي وما يهمنيش ده مين وده بيعمل ايه، ما تقوليش انا نادي مبادئ وقيم وانت هتعرف حاجه عن المبادئ والقيم نهائي. انت بتعرف حاجه عن المبادئ والقيم، ما تجيبش لعيب زي امام عاشور. لو عندك بربع جنيه مبادئ وقيم، مش تقول لي مبادئ وقيم. تمام، لان هو لو انت لاحظت كل المطوشه المهمه اللي فاتت واللي مش مهمه، هو النقطه الفاصله في الماتش. امام عاشور هو اللي بيعمل الاسيست، امام عاشور اللي بيعمل الجون، امام عاشور هو احسن واحد بيعمل مجهود في الماتش. ليه؟ عشان كده هو لا. يعني انت لو شلت امام عاشور الماتشات اللي فاتت دي كلها، الاهلي يخسر. وما كانش هيخسر برضه. ليه؟ لان كان هيشوف حاجات تانيه تساعده. بس امام عاشور بقى هو دلوقتي بيسموها ايه، الفرخه اللي بتبيض لهم كل يوم ده دهب. خلاص، هو كل ماتش يا اسيست يا جون، يا هو اللي بيكسبهم الماتش، يا هو اللي بيلعب كوره اللي بيكسبهم الماتش. ولذلك ولذلك حابب اقول لك مش عايزين نسمع كلمه مبادئ وقيم من النادي الاهلي دي تاني. يعني النادي الاهلي ولا عنده مبادئ ولا عنده قيم، هو نادي زي اي نادي في الدنيا بيشتغل لمصلحته. انت بتشتغل لمصلحتك، قول لي انا بشتغل لمصلحتي، ولا تقول لي مبادئ ولا تقول لي قيم ولا تقول لي كرامه ولا تقول لي كلام فارغ من ده. تمام، لان اللي احنا بنشوفه ده ما فيهوش اي مبادئ وما فيهوش اي قيم. لما رمضان صبحي وقف، صحيح رمضان صبحي مش مؤثر، بس في بينك وبينه حساسيه، يتوقف في الاخر يبان هو المفروض ما كانش يتوقف. ومحدش برضه عارف الموضوع ده دلوقتي، ولا حد هيدور وراه، والموضوع هينام عادي كعادة أي حد خالص. كعادة كل اللي حصل، كعادة كل اللي بيحصل. أي حاجة لمصلحة الأهلي هي دي الصح، وهي دي التمام أوي.